السلام عليكم ورحمة الله إخواني أخواتي، إن شاء الله تكونوا في تمام الصحة والعافية. في هذا الفيديو ان شاء الله غادي نصاوب واحد لاصوب كتجي زوينه بزاف بالخضره وبفواكه البحر، اولا يمكن لكم ديروها بالحوت كيف ما بغيتو. صحيه، القيمه ديالها الغذائيه جد عاليه وكتجي لذيذه بزاف، واكيد سهله وسريعه في التحضير. بلا ما نطول عليكم نخليكم مع التفاصيل في بقيه الفيديو. بسم الله على بركه الله. في واحد الطنجره اولا كوكوط غادي نديرو خضيره اللي كنقطعوها طريفات صغار بزاف. مستعمله انا خيزو، القرعه، كورجيت، بطاطا، والبرو راه هو لتحت ما باينش، وكذلك زدت هاد الوريضات ديال البروكولي هكا بحجم صغير. انا هنا حركت قلبت ديك الخضره شويه غير باش تبان لكم البطاطا والبواغو اللي كانوا من الاسفل. غادي نزيد عريشات ديال الكرافس باش يعطيوني واحد النكهه لا سوب ديالي، وغادي ندير القليل من زيت الزيتون. غادي ندير قياسي ديال الملحه وشويه د البزار صافي. اذا هادشي باش غادي ناسيزونيو هاد لا سوب ديالنا. غادي نمرقوا لا سوب ديالنا وكنحاولوا اننا نديروا الماء شويه بالزايد، لان هاد لا سوب ما غتطحنش، يعني غتقدم في هذاك الماء ديالها. فمن الاحسن انه يكون كتير باش ما تجيكمش من بعد غير الخضره بوحديتها. اذا صافي غادي نغطي على لا سوب ديالي ونخليها حتى هاد الخضيره كيدخلها الطياب، وراه ما غتشدش الوقت لان الخضر كلها مقطعه قطع صغيره. صافي هنا من بعد ما ديك الخضيره دخلها الطياب سديت عليها في الكوكوط يلا 5 دقائق. غادي نزيد هنا فواكه البحر الخلطه، وغادي ندير شويه ديال الشعريه الصينيه من بعد ما قردتها بحال هكا كنزيدها على لاصوب ديالي. صافي وغادي نخلي هاد الشعريه وداك الحوت يغليو غير شويه، الخضره راها طايبه غير يشموا شويه ريحه الطياب لانهم بالزربه كيطيبوا. صافي وكنطفيو على لاصوب ديالنا. كان هذا هو الشكل النهائي ديال لاصوب اللي صاوبناها اليوم. كيف ما كتشوفوا معايا في الفيديو غير من الشوفه كتبان كتشهي، دوك الالوان ديال الخضر فيها جد رائعه، اكيد لذيذه بزاف. غير من المكونات ديالها راها باينه. كيف ما شفتوا معايا سهله في التحضير وكتوجد بسرعه. نتمنى انكم تجربوها، ان شاء الله غادي تنال الاعجاب ديالكم. نتمنى الوصفه والفيديو ديال اليوم يكونوا عجبوكم. نتمنى ما تبخلوش عليا بتشجيع، لايك، تعليق، بارطاج ديال لا فيديو. الناس اللي كيشوفوا القناه لاول مره مرحبا بكم، اشتركوا وفعلوا الجرس باش دائما توصلوا بالجديد. شكرا على المشاهده، نتلاقاو مره اخرى ان شاء الله في فيديو اخر ومع شي واحده اخرى.